بعد غياب 15 عاما الجيش الملكي المغربي بطل الدوري على حساب الوداد الرياضي المغربي. الجيش الملكي يتوج بلقب الدوري المغربي بعد سيناريو جنوني رفقة الوداد حتى مباراتي الجمعة 23/6/2023 ميلاديا. توج الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي للمرة 13 في تاريخه والأولى منذ 15 عاما في الأنفاس الأخيرة من موسم 2022/2023 ميلاديا. وظل الصراع بين الجيش الملكي والوداد مشتعلا حتى المباراة الأخيرة من الجولة 30 وحتى الدقيقة 3 من الوقت الضائع في مباراة الجيش الملكي واتحاد طنجة، عندما أحرز رضا سليم هدفا للجيش الملكي ليفوز 3-2 ويعلن التتويج بالدوري المغربي للمرة 13. وفي المباراة الأخرى بين الوداد والمغرب الفاسي فاز فريق نادي الوداد بهدفين دون رد، وكان في انتظار تعثر الجيش المغربي أمام اتحاد طنجة، وكان يتم التتويج لأن المباراة كانت في طريق التعادل لولا هدف رضا سليم من ضربة جزاء في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع ليحرز الهدف هو التتويج بالدوري ويرفع رصيد الجيش الملكي إلى 67 نقطة، والوداد وصيف البطل برصيد 66 نقطة رغم فوزه اليوم على المغرب الفاسي 2-0.